ايه افضل مدرس في مادة الفيزياء؟ ازاي تذاكر مادة الفيزياء؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد. لو انت ما تعرفنيش فانا عبد الرحمن علاء، طالب في كلية الطب الفرقة الاولى، وكنت ثالثة ثانوي دفعة 2025. طبعا الفيديو اللي فات واللي انا شايف من وجهة نظري ان هو في حل لمعظم مشاكلكم الفترة دي، ولكن الفكرة كلها في انك ابدأ وان شاء الله ربنا هيوفقك وهيكرمك. وانا كنت وعدتكم ان انا هعمل فيديو مجمع فيه حل لكل المشاكل او معظم المشاكل اللي مواجهاكم الفترة دي، ولكن انا لما جيت اعمل الفيديو لقيت الفيديو مدته طويلة، واحنا اصلا بنقعد على فيديو 15 دقايق بالعافية. فانا قلت هعمل كل مادة في فيديو منفصل، وفي الاخر المشاكل هعملها في فيديو لوحده. طب بينا نستعين بالله ونبدأ. النهارده هنتكلم عن مادة من اكتر المواد مسببة يعني قلق معظم الناس او معظم الطلبة، والشكاوي منها بيبقى كتير، وهي مادة الفيزياء. وهنقسم الفيديو ده لست حاجات رئيسية مترتبة على بعض. اول حاجة، ايه افضل مدرس في مادة الفيزياء؟ ازاي تذاكر مادة الفيزياء؟ ايه افضل كتب نحلها؟ واحسن وقت نذاكر في مادة الفيزياء؟ واخر حاجة، لو احنا بنغلط كتير في الشوامل، ودي المشكلة الاخيرة دي هي حل لمعظم المواد اصلا مش مادة الفيزياء بس. ركز معايا واحدة واحدة في الفيديو، لان ان شاء الله هخليك تستفاد باكبر قدر ممكن من الفيديو. خليني اديك الاول تجربتي في مادة الفيزياء. الفيزياء كانت من المواد اللي انا بحبها جدا في الثانوية، ولكن استنى، مش معنى ان انا كنت بحبها ان انا كنت بجيب فيها درجات عاليه. أنا مش بذاكر غير الفيزياء. اول ما بدات ثانويه عامه كانت اكتر ماده بذاكرها حرفيا هي الفيزياء. كنتش بذاكر تقريبا بقيه المواد التانية كنت بذاكرها مثلا ساعتين، لكن الفيزياء كنت مثلا من بعد الفجر لحد اول درس عندي اللي هو من الظهر، يعني تقريبا كنت بقعد 5 ساعات او 6 ساعات بذاكر فيزياء بس. كنت افكر ان بالمذاكره دي ان انا كده خلاص اي شامل هيجي في وشي هقفله وش، وفضلت مكمل على المذاكره دي لحد اول شامل. واتفاجئت بالدرجه الصراحه ان هي كانت درجه صادمه جدا. كنت جايب 15 من 20. كانت درجة فعلا مخزية جدا، ولكن أنا بعد الامتحان ده أو بعد الشامل ده عملت حاجات معينة زودت درجاتي بالتدريج على المدى البعيد في الشوامل، لحد ما بقيت في آخر سنة تقريبا ما كنتش بنقص إلا درجتين أو درجة بالكتير في الشامل من أفكار جديدة ما شفتهاش قبل كده. فتعالى أقول لك على الطريقة وكمل معايا الفيديو الآخر، لأن فعلا هتستفاد، لأن دي تجربة شخصية مني لواحد كان بيغلط كتير جدا في الفيزياء. نيجي لأول سؤال سألناه في أول الفيديو، وهو إيه أفضل مدرس في مادة الفيزياء؟ انا كنت باخد سنتر في ماده الفيزياء، يعني ما كنتش باخد مع مدرس. بس لو كانت في حاجه وقفت معايا مع المدرس اللي كنت باخد معاه سنتر، كنت بسمع مستر عبد المعبود. كان ده بالنسبه لي افضل مدرس بيشرح فيزياء. هو ما شاء الله تبارك الله، عامل لسته بكل الفصول بكل الدروس اللي على اليوتيوب. كنت بسمع له يوتيوب، مش مشترك معاه منصه. اي حاجه كانت بتقف معايا كنت بروح اسمعها من اليوتيوب، مستر عبد المعبود. فده بالنسبه لي افضل مدرس. لو انت بتاخد عند مدرس تاني وبتفهم منه فتمام، خليك معاه، بس اهم حاجه انك تكون بتفهم منه. نيجي لتاني سؤال، وهو ازاي تذاكر الفيزياء بقى؟ تقسم نفسك لجزئين. لو انت كنت بتذاكر الفيزياء وما كنتش بتراكم، ده اول حاجه هتعملها انك تختار المدرس اللي بتفهم منه كويس جدا، وركز على النقطه دي لان دي هي اصلا المفتاح اللي هيخليك تمشي في بقيه الخطوات بسهوله ويسر. ونصيحه مني انك تقرا الدرس قبل ما تسمع الحصه من الاستاذ. ده بيخلي عندك فجوات في الدرس انت مش مدركها لسه. فبالتالي وانت رايح الدرس هتسمع الاستاذ وهتبقى مركز جدا، لانك انت مستني الحاجه اللي انت مش فاهمها دي الاستاذ يقولها. وبالتالي انت هتراجع برضو على اللي انت فاهمه بطريقه الاستاذ اللي هي السهله واليسيره، بدل الطريقه الصعبه اللي انت فهمت الدرس بيها وانت بتقراه. بالتالي انت هتكون راجعت مرتين كده على الدرس مع الاستاذ. تاني حاجه، بتروح تقرا الدرس كويس جدا وتفهمه كويس جدا وتحاول تشرحه بطريقتك وتربط المعلومات ببعض. لحد هنا احنا وصلنا ل 50% من مذاكره الدرس اللي احنا خدناه. هنيجي لتالت حاجه، وهي انك تطبق على الدرس اللي انت ذاكرته باكبر قدر ممكن، لان الفيزياء ماده تطبيقيه، يعني محتاجه تطبيق كتير، فلازم تحل كتير بايدك. ومعلش تعالى نفسك شويه كتير وحل كتير في الفيزياء بالذات، لان هي فعلا ماده معتمده على التطبيق اكتر من انك تحفظها وتذاكرها مع نفسك. طيب رابع حاجه، وانت بتحل الدرس في حاجات هتقف معاك في الماده، ده طبيعي. في اسئله افكار انت اول مره تشوفها، فانت هتجيب هايلايتر زي ده مثلا وتعلم على السؤال اللي انت مش فاهمه، وتعرف فكرته من الاستاذ، او تحاول تحله مره واثنين وثلاثه مع نفسك لحد ما تعرف فكرته، وتكتب الفكره بتاعته جنب السؤال. يعني يفضل، انا كنت بكتب الفكره بتاعت السؤال جنب السؤال، علشان لما اجي اراجع على سؤال تاني ابقى فاكر الفكره بتاعته وشايف الفكره انا كاتبها جنبها. الفكره بتاعت السؤال ده كذا، القانون بتاع السؤال ده كذا، فبالتالي ما اقعدش استرجع وابذل مجهود
الاسترجاع واضيع وقتي وخلاص. وانت بتراجع الفكره دي بقى على فترات متباعده، فبالتالي انت عمرك ما هتغلط فيها تاني ابدا. طيب احنا بعد ما ذاكرنا الدرس وحلينا وعلمنا على اللي واقف علينا وكل ده، احنا كده هننسى. فانت لازم تحط جدول للدرس ده انك هتذاكره على فترات متباعده عشان يثبت في دماغك كويس جدا. وانت بتذاكره يا دوبك هتراجع الاسئله اللي كانت واقفه عليك بس عشان ما تنساهاش تاني، وعشان لو جات لك في امتحان او شامل تاني، ولو جات لك في اخر السنه طبعا، تبقى انت الفكره دي انت متدرب عليها ومراجعها كذا مره، فبالتالي انت مش هتغلط فيها ان شاء الله. لو انت مراكم بقى، تبدا تقسم الماده على اجزاء صغيره، وتهتم جدا بالجديد مع جزء من القديم. تهتم بالجديد مع جزء من القديم. بس هنا هنيجي لنقطه، معظم الجديد بيبقى معتمد على القديم. يعني في اسئله مثلا وانت بتحل في الجديد معتمد على القديم، ما تقلقش لو الموضوع ده هيواجه صعوبه في الاول لحد ما تخلص كل القديم. خلاص الجديد بتاعك بقى تبدا تربط من الجديد اللي انت كنت بتحله مع القديم، والدنيا هتمشي معاك باذن الله. هنيجي لثالث سؤال بقى، وهو افضل كتب في الماده ايه؟ انا عن نفسي كتاب الامتحان يعتبر من افضل الكتب او من اقرب الكتب لامتحان اخر السنه. بيجي بعده كتاب نيوتن، بعدين كتاب الدليل. دول اهم ثلاث كتب انت لازم تحلهم. في عندك بقى كتاب الوافي لو عايز تزود، وهكذا كتب تانية كتير. لكن واكتر كتاب تهتم بيه او تبدا بيه الامتحان. هنيجي للرابع حاجه بقى، ودي بالنسبه لناس كتير مش مهمه قوي، ولكن انا بالنسبه لي ده مهمه جدا جدا، وهو الوقت اللي نذاكر في الفيزياء. انا بالنسبه لي افضل وقت لمذاكره الفيزياء هي بعد الفجر، حيث انت بتكون في قمه تركيزك في الوقت ده، وبيبقى معاك بركه في الوقت غير طبيعيه. طيب هنيجي لخامس حاجه بقى، ودي حاجه يعني مش في الفيزياء بس، هي حاجه عامه لكل المواد زي ما قلت لك في اول الفيديو. وهي لو انت بتغلط كتير في اي ماده او في اي شامل عموما، عايز اقول لك حاجه مهمه بقى في النقطه دي، ودي سر محدش هيقوله لك، ان ثالثه ثانوي اصلا يا ابني مترتبه على تجميع الافكار والغلط الكتير. فانت بتجمع الاخطاء بتاعتك اللي انت غلطت فيها على التجارب الكتير، وبتطلع تعالج التجارب دي عشان تعرف تحل في الامتحان. فهي مترتبه على اخطاء كتير على مدى السنه كلها، وانت بتتعلم من اخطائك دي. فبالتالي انت لما تروح الامتحان وتقابلك الاخطاء دي، انت مش هتغلط فيها تاني. فانت اغلط على قد ما تقدر. اهم حاجه الغلط انت بتغلطه ده ما تكونش قابلته قبل كده، يعني دي حاجه جديده عليك. طيب لو انت بقى، دي بقى نقطه من ضمن المشاكل او اكتر المشاكل اللي بعتت لي في الفيديو اللي فات، وهي لو انت بطيء جدا في المذاكره. انا كنت عملت فيديو عن الموضوع ده، هسيبه لكم في الوصف تحت. ولكن لو انت بطيء في اسباب كتيره. من اهم الاسباب ان انت بتحاول تحفظ النص، او بتحاول ما تسيبش الدرس إلا لما تحفظه. ده غلط. انت بتحاول تفهم في الدرس في الاول، تحل عليه. مش هيجي معاك اول مره، هيبقى اول مره 60% 50%. لما تراجع عليه مره زي ما انا قلت لك، مره تانية زي ما انا قلت لك، هيبقى 70%، وهكذا لحد ما هتوصل 100% على اخر السنه ان شاء الله. واخيرا وصلنا لاخر الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا. ولو في اي حاجه او اي حاجه واقفه عندكم اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله انا هحاول ارد عليكم كلكم. ما تنساش الاشتراك في القناه، لان فعلا الموضوع ده بيدعمني وبيخليني اكمل في الفيديوهات. وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات توصلك اول باول. ما تنساش برضو تعمل لي متابعه على الانستجرام، ولو في عندك سؤال ممكن تسالني عادي، وانا ان شاء الله هحاول ارد عليكم كلكم. والسلام عليكم ورحمه الله.